بتبتدي قصة الفيلم بقرية بعيدة جدا وممكن تكون مش موجودة على الخريطة، والعيب الوحيد فيها إنها فيها آفات مش فئران ولا بعوض. الآفات ديت مجموعة تنين بتهجم علينا على طول، وده هيكب. وفعلا بيهجم عليهم مجموعة تنانين وبتولع النار في القرية، وهيكب عايز يثبت نفسه إنه يقدر يخلص على أي تنين. وده زعيم القبيلة والد هيكب، وبيكون راجل قوي. وهيكب بيحاول يصطاد اي تنين، وده تنين ضخم، وفعلا بيصطاد هيكب تنين وما بيكونش مصدق نفسه، لكن بيهاجم عليه تنين كبير وابوه بينقذه منه وبيخلص عليه. والتنانين بتهرب وبتسرق مجموعة خرفان، وزعيم القبيلة بيجتمع بالقبيلة وبيقول لازم نقاتل ونحمي بعض، والوحوش مازالت بتهدد أراضينا وعايزين مجندين جدد. وجوبر مدرب الجنود بيقول مفيش وقت لتدريب المجندين الجدد، وزعيم القبيلة بيقول له هتقدر تعملها. والزعيم بيقول له خد هيكب ودربه ومجموعة شباب. والزعيم بيقول أنا نفسي يمشي على خطايا هيكب ابني. وبيتجول هيكب في الطبيعة وبيكون متضايق من التنين اللي هرب منه امبارح، وفجأة بيلاقي التنين اللي اصطاده وبيكون خايف منه في البداية، بس بيطمن لما بيكون مربط وبيمسك سكينة عشان يخلص عليه، لكن بيتردد والتنين بيصعب عليه وبينزل السكينة. وبيبتدي مجموعة الشباب التدريب، وجوبر بيقول لهم كل عنيد لازم ينجو من الساحة ديت عشان يقاتل معانا بعد كده، والأفضل منكم هيفوز بلقب القاتل الأعظم. وبيطلع ليهم تنين صغير وبيحاولوا معاه، لكن التنين بينفخ نار على هيكب وجوبر بينقذه في آخر لحظة. وبيدخل التنين مخزنه مرة تانية، وجوبر بيقول لهم التنين دايما بيسعى للقتل وبيهزق هيكب. وهيكب بيروح للتنين الصغير، والتنين بيحاول يطير لكن بيقع كل ما يحاول. وهيكب بيكتب كل الكلام ده وبيرسم التنين. وبيجتمع جوبر مع هيكب وأصدقائه وبيديهم كتاب فيه إن حجم التنين مجهول وسرعته كمان مجهولة وأنواع التنانين، وبيطلع النوتة بتاعته اللي رسم فيها التنين الصغير. والأصدقاء بيتعرضوا للتنين من نوع آخر في التدريب، وبيكون معاهم هيكب وتحت إشراف جوبر طبعا، وبيكون هيكب برضه خايف. وبعد ما بيخلصوا تدريب بيروح هيكب بسرعة للساحة اللي حابس فيها التنين الصغير، وبيكون جايب له أكل وبتكون سمكة كبيرة، وبيكون خايف من التنين، والتنين بياكل السمكة وبيكون مبسوط وبيحاول يطير بس برضه بيقع. وهيكب بيطمن للتنين، وهيكب بيطبطب على وشه وبياخدوا على بعض. وبيقعد مجموعة الأصدقاء مع المدرب بالليل، وبيكون هيكب سرحان في التنين اللي حجزه. وأول ما بيطير التنين بيتعلق هيكب في ديله وبيكون خايف جدا. وبعدها بيتدرب مجموعة الأصدقاء في منطقة غامضة والدخان بيغطيها، وفجأة بيطلع ليهم تنين براسين وبيهجم على هيكب، وجوبر بينقذه برضه. وهيكب بيصنع قاعدة بالجام للتنين الصغير وبيروح للتنين وبيركب عليه وبيطير بيه وبيكون مبسوط جدا. ولما بيروح التدريب بيرمي حاجة ترابية في وش التنين، والتنين بيتعب منها وزمايله بيتضايقوا منه وبيقولوا لهيكب انت عايز تتفوق علينا، وبيقولوا له عمرنا ما شفنا حد هزم تنين بالطريقة دي. وبيركب هيكب التنين مرة تانية وبيطير بيه في أجواء مثيرة جدا، وبيطير في أماكن جديدة جدا. وأبوه بيديله خوذة عشان يكون في مأمن عند أي قتال. وبيدخل هو وصديقته للتدريب مرة أخرى، وهي بتقوله أنا هاخد أحسن صيادة النهاردة، وهيكب بيقول لها ماشي. وبتحاول البنت وبيكون أهلها بيتفرجوا وكمان زعيم القبيلة أبو هيكب. وفي النهاية بينتصر هيكب بس بيهرب عشان يروح للتنين، وبيسألوا السيدة العجوزة مين اللي فاز، هل البنت؟ فبتقول لا هيكب. وبيروح هيكب للتنين صديقه وبيتفاجئ بحضور البنت، وهيكب بيسألها بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له بدور على أجوبة، وبيحاول يتهرب منها وبتسأله مين هو صديقك؟ وفجأة بيظهر التنين، وهي بتخاف جدا وبتتأهب للهجوم على التنين، لكن هيكب بيتدخل
وبيعرفهم على بعض، لكن البنت بتخاف وبتهرب. وهيكب بيركب التنين لغاية ما بيلاقي البنت متعلقة في الصخور، فبينقذها وبتركب هي كمان معاه التنين وبيطير بيهم، وبتكون خايفة جدا. وبيشوفوا أماكن جميلة ومناظر خلابة لدرجة إنهم بيطيروا فوق السحاب، وبيشوفوا مجموعة كبيرة من التنانين وشايلين خرفان، وبيشوفوا بيوت التنانين وما بيكونوش مصدقين اللي شايفينه، وبيرجعوا تاني لمكانهم. فالبنت بتقوله لازم نقول لوالدك اللي احنا شفناه. والزعيم بيعمل اجتماع للقبيلة وبيقول ان هيكب دلوقتي بقى مقاتل معانا، وهيكب بيودع صديقته قبل ما يقاتل التنين قدام القبيلة كلها. وهيكب بياخد الأسلحة والدرع، ولما بيطلع التنين والده والقبيلة بيستغربوا لما بيلاقوا هيكب بيقلع الخوذة والدرع وبيرمي سلاحه وبيطبطب على وش التنين، فالتنين بيهجم عليه وبيحس بهيكب التنين صديقه، وبيجي طيران وبيهجم على التنين الشرير. والزعيم بيجري عشان ينقذ ابنه، لكن التنين صديق هيكب بيضرب التنين الشرير. والزعيم كان هيقتل التنين صديق هيكب، لكن هيكب بيوقفه في الوقت المناسب. والزعيم بيكون غضبان من جدا من ابنه، وهيكب بيقول له انا غلطان اني ما قلتلكش الحقيقة. والزعيم بيقول له هم قتلوا منا كتير واحنا كمان يعني في عداوة كبيرة. وهيكب بيقول له على اللي شافه في جزيرة التنانين، ووالده بيزقه ويقول له انت خرجت بره طوعي. وبيطلع الزعيم للقبيلة وبيقول لهم هنبحر النهاردة الفجر، وبيكونوا مكتفين التنين صديق هيكب. والزعيم وجيشه بيكونوا على السفن، وبيكون هيكب حزين وقاعد مع صديقته. وبتقرب سفن الزعيم إلى جزيرة التنين، وبيستغربوا إن مفيش أي هجوم عليهم. وهيكب بيقول لزمايله إن أبوه نيته كويسة بس عنيد وهيقع في مشكلة كبيرة، وبيقول لهم أنا محتاجكم معايا. وبتوصل السفن لجزيرة التنين، وهيكب بيطبطب على التنين الشرير وأصدقائه واقفين. والزعيم بيجهز جيشه عشان يكونوا جاهزين لأي هجوم، وبيشجعهم وبيمشي بين صفوف الجيش وبيقول لهم النهاردة هنقضي على حكم التنين للأبد. وبيقول للجيش لازم نرجعهم لجهنم، وبيضربوا حجارة على بيوت التنين ومفيش حاجة بتطلع. وبعد وقت بسيط بيهجم على الزعيم وجيشه مجموعة تنانين كتيرة جدا، وتنين هيكب بيكون مربوط في السفينة. وفجأة الأرض بتتشقق تحت الجيش، وبعد هروب كل التنانين وبيجري الزعيم وبيخلي كل الجيش يبعد، وبيلاقوا حاجة ضخمة بتطلع من تحت الصخور، وبيكون تنين ضخم جدا جدا وبيموت اللي يجي تحتيه. وفجأة بيولع كل السفن، والزعيم بيقذف صخرة على الوحش لكن ما بيتأثرش بيها. وبيكون هيكب هو وأصدقائه راكبين كل واحد منهم تنين بعد ما علمهم هيكب ازاي يروضوا التنين. وبيتفاجئ والد هيكب بالتنانين طايرة وراكبها ابنه وأصدقائه، وبيطيروا حوالين الوحش. وبينزل هيكب من على التنين اللي راكباه صديقته وبيحاول يفك التنين بتاعه، وزمايله بيهجموا على الوحش وواحد بيضربه على عينه، وهيكب والتنين بيقعوا في البحر. وهيكب بيكون جنبه أبوه وبيلاقي التنين واقف مستنيه، وبيجري هيكب وبيركب التنين، وأبوه بيقول له ما تزعلش أنا كنت بحميك، وبيقول له عارف. والأب بيقول له أنا فخور بيك يا ابني. وبيطير هيكب جنب زمايله والوحش بيوقعهم كلهم، وهيكب بينقذ صديقته وبينزلها على الأرض. والوحش بيكون ليه أجنحة ضخمة بيطير بيها ورا هيكب، وكل القبيلة بتتفرج على هيكب والوحش. والوحش بيحاول يلحق تنين هيكب وبينفخ عليه نار، وبيناور هيكب بالتنين بتاعه وبينفخ عليه نار هو كمان في الأجنحة بتاعته عشان يخرمها. وفعلا بيحصل فيها أخرام كتير وبتتقطع، فبيتصدم الوحش بجبل، لكن للأسف بيقع هيكب من على التنين بتاعه لما بيتصدم بديل الوحش. وبيحاول التنين صديقه ينقذه، لكن أبوه بينده عليه وبيدور عليه وبيلاقي التنين صديق هيكب مرمي على الأرض وبيكون تعبان جدا. وكل القبيلة بتتلم وبيلاقي التنين الوفي كان حاضن هيكب عشان يحميه، والأب بيطبطب عليه
وبيفوق هيكب وبيلاقي التنين قاعد معاه في البيت، ولما بيجي يقوم بيلاقي رجليه الشمال مش موجودة وفي مكانها رجل صناعية، والتنين بيسنده. ولما بيفتح الباب بيلاقي كل القبيلة بقت صديقة للتنانين، وأبوه بيكون فرحان بيه جدا وفخور بيه، وبيركب التنين بتاعه مرة تانية وبيكونوا كلهم سعداء جدا. وبكده يكون الملخص خلص معانا. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.